سميتي حمزة، مهندس ديال السكة الحديدية. الخدمة ديالي هي نراقب الخطوط القديمة اللي ما بقاوش خدامين. في شهر يناير صيفطوني المهمة في نواحي وجدة، نراقب خط مهجور من الخميسات كيدي لواحد المنجم ديال الفحم تسد شحال هادي. قالوا لي في الإدارة تيشوفوا واش السكة مازال صالحة، ولكن رد بالك ما تدخلش المحطة ديال عين الزرقاء إلا سمعتي التران كيصفر في الليل، داك الخط ملعون. وصلت للدوار المجاور، الناس كيشوفوا فيا بحال الا شافوا شبح. الشيخ ديال الدوار قال لي: يا ولدي، هذيك المحطه راها محطه ديال الموتى. في عام 1961 تران عامر بالخدامه ديال المنجم تقلب تما وتحرقوا كاملين، 73 راجل. من داك النهار كل 13 عام كيرجع التران في نفس الليله، كيهز الارواح اللي ما كملاتش. انا مهندس ما كنامنش بالخرافات. شديت الطوموبيل ديال الخدمه ومشيت. الطريق كانت خاويه غير الريح. وصلت المحطه مع المغرب، بنايه صغيره ديال الحجر، الشبابك مهرسين والسميه ديال عين الزرقاء مكتوبه بالصباغه الحمراء اللي دابت. سكه مصديه والربيع نابت فيها. فوق البيرو ديال الشاف ديال المحطه لقيت لوحه قديمه فيها تصويره ديال التران وتحتها لائحه ديال السميه 73 سميه. ولقيت ورقة صغيرة مكتوب فيها بالقلم: الرحلة رقم 0، الانطلاق منتصف الليل. نت كنضحك، قال الدراري ديال الدوار كيتفلاو. قررت نبات في طوموبيل حتى الصباح نكمل الخدمة. مع 11:45 ديال الليل كلشي سكت، حتى الكلاب ما بقاوش كينبحوا. وفجأة سمعت صفارة ديال التران جاية من بعيد، صفارة حزينة بزاف بحال شي واحد كيبكي. تخلعت وشعل الضوء الكبير ديال الطوموبيل، شفت السكه اللي كانت عامره بالصدى والوسخ ولات جديده وكتبرق بحال الا يلاه داروها. من وسط الضبابه بان ليا التران كحلو فيه الدخان والضو ديالو صفر بحال عينين مشالين. وقف قدام المحطه والبيبان ديالو تحلوا بوحدهم. التران كان خاوي ما فيه حتى واحد، ولكن سمعت الصوت ديال الناس بزاف كيهضروا في دقه واحده: تعطلنا، خاصنا نمشيو، فينا هو مول المحطه. ما قدرش نتحرك من الخوف. من القدام ديال التران هبط راجل لابس كاسكيطه ديال الشاف د المحطه، ولكن وجهه كان محروق بالكاد كيبان. في يدو كان شاد ورقه كحله. جا حتى لطوموبيلتي ودق ليا على الزاج، قال لي بصوت خافت وكيخلع: فين هي الورقه ديالك الشاف؟ التران ما كيمشيش بلا شاف جديد. دابا عاد فهمت علاش الناس حذروني: اللي كيجي المحطه في هاد الليله كيولي هو الشاف الجديد، والشاف اللي كان قبل كيركب مع الناس الميتين وكيكمل معاهم الطريق. بغيت نهرب بالطوموبيل ولكن ما بغاش تخدم، الموتور سكت. الشاف قرب وجهه المحروق للزاج حتى لصق فيه وشميت الريحه ديال شي حاجه محروقه. قال لي: 73 عام، 73 عام وحنا كنتسناو، كل 13 عام كناخدو واحد جديد. والليله نوبتك انت، الا ما وقعتيش الورقه غادي نديو الدوار كامل معانا. يدي مشات للورقه بوحدها، شديت ستيلو اللي عطاه ليا والستيلو كان بارد بحال الثلج. وقعت على سميتي بلا ما نحس. ملي وقعت ترانسفر. الشاف الميت ضحك وحيد الكاسكيطه ديالو حطها فوق راسي. قال لي: مبروك عليك الخدمه، دابا انت اللي غادي تصفر من هنا ل 13 عام الجايين، وهادو هما الناس اللي غادي تهز. دورت راسي للتران اللي كان خاوي قبل شويه، دابا عمر بالرجال كاملين محروقين وحوايجهم مقطعين وعينيهم بيضين وكاملين كيشوفوا فيا. طلعت بزز للتران، عاد فهمت باللي الورقه اللي وقعت ما كانش ديال الكاريط، كان ديال الجلد. التران ما كيجيش يدي الموتى، كيجي يقلب على اللي سوقو. دابا داز 12 عام وانا هنا كنوجد التران وكنصايب السكه، والليله هي اخر ليله عندي. غادي نكمل 13 عام وانا هنا. كنسمع الطوموبيل جايه من بعيد، شي مهندس جديد جاي يخدم، وانا موجد الورقه الكحله وخاصني غير نختار شكون غادي يوقعها من مورايا. الطوموبيل وقفت قدام المحطه، الضو ديالها عماني شويه. هبط منها شاب صغير لابس جاكيطه ديال المهندسين وفي يدو كارني وستيلو، باين عليه جديد في الخدمه ومتحمس. شافني واقف في الظلام بالكاسكيطه ديال الشاف، قال لي وهو كيضحك: السلام عليكم الشاف، اسمح لي تعطلت. انا ياسين، المهندس اللي صيفطوه يشوف السكه، واش كاين شي مشكل؟ ما جاوبتوش، غير هزيت الفانوس ديالي وشعلته. الضو الصفر ضوى على وجهه كان نقي وعيني فيهم الحياه بحال وجهي قبل 13 عام. قلت ليه بصوت ثقيل: دخل المحطه ولدي، خاصك توقع على واحد الورقه باش تبدا الخدمه. دخل ياسين المحطه وهو كيشوف في الحيطان المشقوقين. سولني: علاش المحطه خاويه؟ فينا هو الشاف القديم؟
قربت منه وحطيت له ورقة الكحلة فوق البيرو. الورقة كانت مصنوعة من الجلد، مكتوب فيها سميات كثيرة. آخر سمية كانت هي حمزة. قلت ليه الشاف القديم مشى في طريقه، دابا انت هو الشاف الجديد، غير وقع هنا. ياسين قرا الورقة وهز عينيه مخلوع. قال: ولكن هذه ماشي ورقة ديال الخدمة، هذه سميات ديال الناس ميتين. وحمزة هو السمية ديالك انت. في ديك اللحظة التران اللي كان واقف في الظلام صفر، صفارة طويلة وحزينة. البيبان ديالو تحلو والركاب المحروقين خرجوا روسهم من الشراجم. 73 واحد كيشوفوا فينا. ياسين بغى يهرب ولكن رجليه لصقوا في الأرض. فهم اللعبة، شاف فيا ودموع في عينيه وقال: علاش أنا؟ علاش ما تخرجش انت وتخليني نمشي؟ حطيت يدي على كتفو، يدي كانت باردة بحال الموتى. قلت ليه: حيت العهد ما كيتفكش غير بالهضرة. انا وقعت قبل منك وانت خاصك توقع من مورايا، هذه هي القاعده. 13 عام وانا كنتسنى واحد يجي يحررني. ترى نصفر مرة أخرى، ولكن هاد المرة صفارة ديال الغضب. شاف الميت الأول خرج من التران ووقف حدانا. قال لي: يلا ها حمزة، سالي الخدمة ديالك، إلا ما وقعش هو غادي تبقى انت 13 عام أخرى. ياسين كيرجف، شد ستيلو، شاف فيا وشاف الركاب الميتين وشاف الظلام اللي مورا المحطة. ومن بعد دار لعبة ما كنتش متوقعها. هز ستيلو شرط الورقة الكحلة من الوسط. الورقة غوتات بحال إلا فيها الروح. التران كامل تزعزع، شاف الميت غوت. لا، قطعت العهد. الدخان خرج من الورقة المشرطة. الريح ناضت قوية والركاب بداو كيغبروا وكيوليو رماد. شاف الميت طاح في الأرض وبدا كيدوب. حسيت بالكاسكيطة طارت من فوق راسي والحرارة رجعت لجسمي. طليت في يدي، رجعت عادية فيها الدم. ياسين طاح في الأرض فاقد الوعي. والتران بدا كيصدى وكيتهرس بوحدو. طلع الصباح على محطة عين الزرقاء، الشمس ضوات والمحطة رجعت خاوية ومهجورة بحال ديما. السكة مصدية والتران ولا كومة ديال الحديد، كأنه ما كان والو في الليل. ياسين فاق من النعاس وقال لي: واش خفينا؟ ما عقلت على حتى شي حاجة. قلت لي: غير عينا ونعسنا، يلا نمشيو. رجعت لخدمتي ولحياتي العادية في كازا. كل شي رجع طبيعي تقريبا، ولكن كل ليلة مع 12 ديال الليل بالضبط كنفيق بوحدي. كنبقى كنتصنت وكنسمع صفارة بعيدة ديال التران، صفارة حزينة وكتنادي. والورقة الكحلة اللي لقيتها في جيبي ديك الليلة مازال عندي، مخبيها في الدار. كل نهار كنشوف فيها وهي خاوية ما فيها حتى سمية. فهمت دابا بلي اللعنة ما ماتتش، غير نعسات. والورقة كتسناني نكتب فيها أول سمية باش كل شي يعاود يبدا. التران يرجع والمحطة تعمر و13 عام أخرى تبدا. دابا أنا غير كنراقب، كنعس وكنفيق وكنسول راسي: واش نكتب شي سمية نفك راسي ولا نصبر ونخلي الورقة خاوية؟ الحاجة الوحيدة اللي عارفة هي عين الزرقاء ما كتنساش وكتسناك ديما ترجع. هنا كتسالي القصة ديالنا، ولا عجباتكم نتمنى تخليو لي واحد اللايك وواحد التعليق. تلقاو في قصة جديدة إن شاء الله.